النهاردة هنجاوب على كل التساؤلات بالنسبة لموقع غامتي اللي سحبنا منه للمرة التالتة. أول سؤال جالي في الكومنتات إزاي أنزل الموقع عندي على التليفون زي ما أنت منزله كده. تمام، حضرتك مجرد ما تدوس على اللينك بيظهر لك الموقع على جوجل كروم. تمام، بتعمل خطوة بسيطة جدا، التلات شروط دول شايفهم؟ شايف التلات شروط دول اللي فوق بعض؟ بتدوس عليهم 3 نقط وبتعمل الإضافة إلى الشاشة الرئيسية. بيظهر لك خانتين، يا إما تثبيت يا إما إنشاء اختصار. طبعا هتدوس على تثبيت وهينزل دايركت على تليفونك. تمام، بدون أي مشكلة. تمام، طيب دي أول نقطة. تاني نقطة، في سؤال اتسأل لي برضو بخصوص إن مش كل مرة بحاول أدخل على الموقع بحط الباسورد، ومجرد ما بتحط الباسورد مرة وبتعمل له سيف داتا بيتم دخول اوتوماتيك على طول بمجرد ما بتعمل لوج ان. طيب بالنسبه للموقع فهو بيقول لك بروجكت ستارت، يعني المشروع بدأ في يوم 18/12/2025، يعني الموقع بقاله بالظبط كده 6 ايام. طيب لو جينا بصينا هنا لعدد الناس، بيقول لك هنا الليسته دي بيقول لك اخر 20 واحد عامل ديبوزيت في الموقع. تمام، في اللي عامل ديبوزيت ب 11، في اللي ب6، في اللي ب1 USDT، في اللي ب12، وهكذا. ودول اخر 20 باي اوت، اللي هو اخر 20 واحد سحبوا من الموقع. طب هل الموقع ده صادق؟ الموقع ده صادق 100%، وانا سحبت منه 3 مرات لغايه دلوقتي. طيب حضرتك هنا الموقع بيتكلم عن ان انت بتعدن عملة جولد، ده عملة الموقع، ومن خلال العملة دي بتقدر تسحب USDT. تمام، طيب قيمة 2000 عملة جولد بتساوي 1 USDT او ما يعادل $1. طيب عشان افتح المنجم التاني بيقول لي هنا لازم تشتري 120 عامل. انا شاري لغايه وقتنا هذا 71 عامل. تمام، طيب انت بمجرد ما بتسجل في الموقع بيديك 500 جولد، زائد ان هتلاقي في الاربع خانات اللي تحت دول في علامه هديه، بتدوس عليها بيديك برضو 500. فحضرتك بمجرد التسجيل بتاخد 1000 جولد، 1000 عمله. ومن خلال 1000 عمله دول انت بتشتري ايه العمال دول، عمال المناجم اللي هم من خلالهم بيعدلوا لك العمله. طيب انا لو جيت هنا شفت، انا هعدن في اليوم كل يوم بعدن 1978 عملة. طب انا عايز اكملهم 2000. تمام، بقوم شاري العامل ده ب75 عملة. تمام، فاصبح دلوقتي لو جينا عملنا زوم هنا هنلاقي اللي انا هعمل في اليوم 2000 عملة بما يعادل كل يوم $1. طب في الشهر 61,000 عملة 620. تمام، طيب زي ما قلت لحضراتكم البوت صادق. ولو جينا بصينا هنا في التمويل، تمام، هنلاقي ان انا ساحب 3 مرات. ادي اهو، المرة الأولانية $1.46، $1.37، $1.11. تمام، طيب 21، 22، 23. تمام، يوميا بسحب منه بطريقة مجانية. طب أنا شغال مجاني، هسحب كل قد إيه؟ هتسحب كل 10 أيام، لأن أنت العملات اللي هتاخدها دي هيطلعوا لك في اليوم عمل العمال هيطلعوا 240 عملة يوميا، فما يعادل 10 أيام يعني 2400 عملة بالظبط بعد 10 أيام. تمام، خلاص. طيب أنا بقى مش عايز استنى 10 أيام، عايز أسحب من أول يوم، مفيش مشكلة. حضرتك هتعمل إيداع. تمام، هتعمل إيداع، هتخش على التمويل، ده الخانة اللي حضرتك هتقدر تسحب منها. يعني أنا لو جيت دخلت هنا، أنا بسحب على BEP20. تمام،
زي ما حضرتك شايف انا ساحب 3 مرات. تمام. طيب انا مثلا عايز اسحب على طول، مش عايز اللي انا استنى ال10 ايام. طيب بتخش برضو على التمويل وبتختار اي عملة حضرتك عايز تعمل لها ايداع، سواء دولار او 2 او 3 هكذا، اللي حضرتك شايفه مناسب ليك. تمام. وبتعمل لها الايداع، ومن خلال الايداع ده انت بتاخد عملات جولد وبتشتري بيها عمال مناجم يسرعوا لك الايداع عملية التعدين. طيب الطريقة دي هقدر اعملها على طريق التليفون؟ طبعا انا شغال على التليفون وبشرح لحضرتك على التليفون وبسحب منها بطريقة سلسة جدا. ولو جينا دخلنا للمرة التالتة على الايداعات، تمام، هنلاقي اللي انا ساحب اهو $46 ودولار 37 سنت ودولار 11 سنت، سحبتهم على منصة باي بيت. لو دخلنا على منصة باي بيت دلوقتي، لحظة واحدة، ودخلنا على الوالت، تمام، والهيستوري، لحظة واحدة، هنلاقي اهو ديبوزيت، اخر ديبوزيت بيوم 23/12 بقيمة دولار و11 سنت، وقبليه دولار و37 سنت في 22/11 في 22/12 قصدي، ودولار 46 سنت في 21/12. تمام. طيب في حاجة هنا كاتبينها في الموقع، لأن الموقع زي ما حضراتكم شايفين الموقع بقى عليه إقبال جامد، ووصل عدد المستخدمين فيه ل 200,000 أو 185,000 متهيألي دلوقتي. تمام. فكاتبين إيه؟ كاتبين إن الإيداعات أو السحوبات بتتم حسب الأسبقية في التقديم. يعني أنت لو قدمت قبل غيرك طبعا بتسحب قبل غيرك، والأفضلية بيكون للناس اللي عملت إيداع. تمام. طيب هل الناس اللي شغالة مجاني مش هتسحب؟ لا هتسحب، بس الأفضلية للناس اللي عاملين إيداعات. طيب في حاجة مهمة جدا، إيه هي؟ عشان ما تشتغلش على الفاضي، لو بعت اللينك بتاعك لتليفون تاني معاك في البيت نفس الشبكة، اللي هم يسمى يعني بتعدد الحسابات، مش هتتقبل وهيتم حذف حسابك نهائي. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم. يا ريت لو عجبك الفيديو اديني 1 لايك، ما عجبكش اديني ديسلايك. وشكرا جدا لحضراتكم، واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. شكرا.